السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض 3 انواع من الكيك في صينية واحدة، بنفس المقادير ان شاء الله. مقادير بسيطة وسهلة وفي متوافر كل بيت بإذن الله. مش هنصعب الدنيا، هو مكون واحد هنضيفه هنخلي الكيك 3 انواع. طبعا كيك الشاي ده بنبقى محتاجينه حتى لو احنا مش هنتعشى بالليل، ممكن ناكل قطعتين مع كوباية شاي او كوباية حليب، وفي منتهى الجمال كده. زي ما انتوا شايفين كده الكيك جميل قوي وهش. هندخل على المقادير ونشوف هنعمل ايه. المجموعة اللي هي بتاعت الصاج اللي هما بيبقوا 3 ال3 قوالب دول اللي انتوا عارفينهم كلكم طبعا. هنعمل الصاج المتوسط اللي هو تقريبا مقاسه 20 في 30. يبقى المقادير اللي انا هقولها دي للصاج المتوسط: 2.5 كوباية من الدقيق. النص هنزود عليه معلقة كبيرة كده من الدقيق، يبقى كده 2.5 كوباية، ونحط معلقة كبيرة كده محترمة من الدقيق عليهم. هنضيف 1 بيكنج باودر الشيف، وكمان هنحط بشر برتقانة بيديها تست حلو قوي وطعم في منتهى الجمال. تابعيني وهتعملي احلى 3 انواع من الكيك ان شاء الله. هتبهري بيهم كل العيلة، هيتخيلوا ان انت عاملة 3 صواني من الكيك مش صينية واحدة. بس اللي ما اشتركتش في القناة يا ريت تنزل تشترك في القناة وتدعم زر الجرس، وما تنسوش اللايكات الجميلة اللي بتنشر الفيديو وبتدعمنا. هنا هنحط المكونات السائلة، ودي عبارة عن 1 كوباية من اللبن و2 إلا ربع السكر، سكر حبيبات عادي. بالنسبة للبيض بقى يا بنات، أنا بحب أفصل البياض بتاع البيض عن الصفار. أحط الصفار في الخلاط والبياض على جنب، بعمله مرنج بمضرب البيض الكهربائي العادي. كده ثقي تماما بإذن الله إن الكيك مش هيهبط منك أبدا. حتى لو انت أول مرة هتعملي كيك هتبقي محترفة في الكيك. هنا بنضرب بقى المكونات السائلة اللي هي تاني هنقولهم: 1 كوباية من اللبن، 2 إلا ربع من السكر، ومعاهم كمان صفار 4 بيضات. بعد ما اضربهم والسكر يدوب تماما هضيف عليهم نص كوباية زيت. هضرب الخليط ده كله لحد ما اكون كمية هواء كبيرة من المزج اللي احنا بنعمله بالخلاط. بصي ده كده الهواء اللي موجود في قلب الخليط. هنعمل ايه بقى؟ هنضيف نص الخليط ده على الدقيق واقلب براحتي خالص، من غير ما اخاف ومن غير ما اقلب من تحت لفوق والكلام ده خالص. هقلب فيها لحد ما مش هخلي اي تكتلات من الدقيق. في بعض حبايبي بيعملوا الكيك بعد ما تستوي تلاقي فيها تكتلات من الدقيق زي ما هي، لكن بالطريقة دي هتاكلي انعم واجمل قطعة كيك. جربيها وقوليلي في الكومنتات ايه رأيك فيها. بصي انا كده بقلب، مش قلقانة مش خايفة من حاجة، لان انا لسه عندي كمية الهواء اللي هتبقى في المرنج ونص المعيار اللي احنا حطيناه من الخليط بتاع الخلاط. هنا بقى هبدأ اقلب بالراحة، خلاص انا اطمنت انه مفيش دقيق. وبعدها انزل عليهم بالمرنج. طبعا المرنج بيتعمل ازاي؟ احنا بنضرب لحد بنحط عليه ذرة بسيطة خالص من الملح، وبنضرب فيه لحد ما يعمل المنقار. لما بترفعي المضرب كده بتلاقي الخليط بتاع الابيض بيض بيترفع معاكي زي المنقار كده، يبقى احنا عملنا مرنج ناجح. هنضيف نصه ونقلب بقى من تحت لفوق. هنا هنشتغل بحرص. نجاح الكيك كله بيعتمد على الجزئية دي. طبعا في الأثناء دي احنا فاتحين الفرن على 180 من بداية ما اشتغلنا في الكيك، عشان تبقى الفرن واخدة درجة الحرارة بتاعتها المناسبة.
الصينية دي خدت معايا ساعة إلا ربع في الفرن. ما بستعجلش عليها وما بفتحش قبل ما بيعدي عليها نص ساعة، 30 دقيقة بالظبط، وابدأ بعد كده اختبرها بعود في المنتصف. احط العود لحد ما يوصل للنص ويطلع نضيف تماما. هنا بقى النقطة بقى اللي هتعمل التلات انواع من الكيك. زي ما انت شايفة بطنت الصاج بتاعي بالدقيق، وحطيت الفوطة بتاعت المطبخ وخليت الصاج بميلان عليا انا، وهحط بقى على حسب الرغبة. يعني انت عارفة ان الاكتر في البيت بيحبوا الفانيليا، يبقى هتحطي الاغلب فانيليا. العكس لو الاغلبية بيحبوا الشوكولاتة. هنا طبعا انا كنت صورت الجزء بتاع الشوكولاتة بس للأسف مش لاقياه، فانا هقول لكم انا عملت ايه. ضفت معلقتين من الكاكاو وحطيت عليهم معلقتين من اللبن، قلبتهم كويس، وزي ما انت شايفة كده شلت الفوطة وحطيت الباقي الخليط اللي هو بالشوكولاتة، هو بيزق الخليط الفانيليا زي ما انت شايفة كده، وبتبقى الصينية نصها شوكولاتة ونصها فانيليا، او على حسب ما انت حطيتيها، الاغلب شوكولاتة او فانيليا. بنديها شكل جمالي كده من فوق، وبندخلها الفرن على درجة حرارة 180، بتكون سخنة مسبقا زي ما قلنا. بنسيبها حوالي نص ساعة ونبدأ نختبرها، وبعدين بتطلع بالشكل الجميل اللي انت شفتيه ده، 3 انواع في صينية واحدة. وفرنا وقت ومجهود، والمكونات واحدة كمان، ورضينا كل الأذواق. وده شكلها كده بعد ما خرجت من الفرن، شايفين جميلة ازاي وعالية، هشة وحلوة قوي. تاكليها بقى مع شاي بلبن الصبح، او كوباية شاي في وسط النهار، مش عايزة تتعشي بالليل. حلوة قوي، جميلة، وهتعجبكم، مش هتبطلي تعمليها ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس الإشعارات علشان بإذن الله يوصلك كل جديد. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.